وفوز النفط على القرمة بهدفين دون رد. كذلك الزورات تغلب على الكرخ بهدفين مقابل هدف، وزاخو تعادل بهدف لمثل امام نادي نوروز. بذلك الديربي الشمالي الثاني، والقوة الجوية يضع الريمونتادا ويتغلب على العريق الميناء بهدفين مقابل هدف، والقاسم يتعادل امام الكهرباء. اذا بنفس التوقيت مباراة ديربي الفرات الاوسط، نادي النجف بمواجهة نادي كربلاء، وهنا نادي هوك بمواجهة نادي اربيل. نقلة امامية، هنا الكرة عدت ولا زالت مستمرة لمصلحة نادي اربيل. وصلت هناك للحارس، وهذا هو المدرب سمير سمير بابو. نعم، حتى الموسم الماضي والجولات الأخيرة كان هو المدرب المشرف على نادي أربيل، وبقي نادي أربيل جدد لهذا المدرب كابتن سمير خلال لقاء اليوم والمباراة الثانية للكابتن سمير في هذه القمة. نعم، هنا من يبحث عن هدف أول من خلال مباراة اليوم، هذا الواضح هو بالصورة يوسف، وهناك هيكتور فليت، ولا زلنا نترقب ونشاهد أحبتي من خلال مباراتنا لهذا اليوم. هذه الكرة عدت هنا لزاكري يحاول، بينما غادرت أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب، ولا زلنا نشاهد ونبحث عن هدف من خلال مباراة اليوم. فمن يفتتح التسجيل، هل نادي أربيل أم نادي توك في هذه المباراة؟ هنا ننتظر، تلعب الكرة الجانبية، هناك الإبعاد يأتي بالرأس، ولكن الترقب الواضح هنا بالصورة كولين إندرسون الجامايكي، هذا الأسمراني والشيكو كريم صاحب الهدفين في المباراة الماضية، أهداف الفوز لنادي أربيل. دائما ما كان نادي أربيل بالقمصان الصفراء بلون القلعة الصفراء الأثرية، ولكن اليوم أبناء مدينة العماتية وقلعة العماتية يريدون كذلك أن يتقدموا من خلال مباراتنا الديربي في هذا اللقاء ما بين أربيل وتوك صقور الجبال. هل ستحلق الصقور على قمم الجبال، وهل ستصل هناك لقمة الجورد أم تصل لقمة سيفين أو حرير من خلال مباراة اليوم؟ هل ستحلق صقور جبال توك من خلال مباراة اليوم صقور توك أمام نادي أربيل بهذه المباراة، وتصل هنا الكرة من جديد؟ نعم، إعادة هناك بنقلة ولا زالت مستمرة، يحاول العبور بهذه الكرة سيابان عقيد، بينما انقطعت هناك من اللاعب ذو الفقار يونس عابد علي، الكابتن يونس عابد علي لاعب المنتخبات الوطنية ونادي الشرطة التاريخي، نادي الشرطة الذي سبقه الكابتن يونس عابد علي حتى هذا الموسم. نعم، هذا هناك الكرة بعد تدخل الكرة الماضية بالنقطة الماضية بين اللاعب ديار مبكر، وكان هناك هذا المدافع ديار مبكر عادة لشيركو، بينما تلعب تحت قدام اللاعب خالد الدولي المحترف السوري، لعب لنادي نفط الوسط وعدت الكرة هناك للأمام، محاولة بنقلة لراسية المدافع ديار مبكر كابتن الفريق، وأبعدت الكرة أمامية طويلة بالراس، تتخلص هناك محمد سعيد، يعيد الكرة سعيد من بيار مبكر، هناك زانا عادل عباس يحاول الآن، بينما الكرة تغادر أرضية الملعب وصافرة الدولي، يشيل وجود خطأ الدكتور وافق محمد إلى الديوانية، وكذلك دكتوراه التربية الرياضية التدريسي في جامعة القادسية. آخر مباراة كانت هي مباراة القوة الجوية ونادي الكهرباء التي انتهت بالتعادل سلبا بدون أهداف هناك بملعب الزوراء، واليوم المباراة الثانية في دوري نجوم العراق ولحساب الجولة الثانية من منافسات دورينا. تنبط هذا اللقاء هذه القمة الكبيرة ما بين نادي أربيل ونادي توك، هذه جماهير أربيل الحاضرة هنا المساندة كما ذكرت، الملعب يكتظ بحضور الجماهير، هناك من حضر من أربيل
وهنا من جميع الأرضية والنواحي ويندهوك حضروا كي يساندون صقور الجبال من خلال هذه المباراة، وهنا من حضر لكي يؤازر نادي أربيل. ولا زلنا نترقب ونشاهد فمن يفتتح التسجيل من خلال مباراة اليوم، من يكسب النقاط الثلاثة في هذه المباراة النادي أربيل، الفريق الذي حل ضيفا بهذا الملعب. اليوم تشاهد هذه التحفة الجميلة بحضور هذه الوجوه النيرة، والملعب يمتلئ بهذه الجماهير الحاضرة المساندة بتلك الأناشيد وبتلك الأهازيج والأغاني، والحناجر تصدح بحب الكيانين هنا بكيان أربيل وكيان نادي دهوك من خلال المباراة هذه. نعم، وبالأمس شاهدنا ملعب زاخو أيضا اكتظ بالجماهير بملعب زاخو. نعم، استعرضوا لنا تلك اللوحة الجميلة الرائعة المعبرة لثقافة الجمهور العراقي، ومن خلال تواجدهم فاعلم أن نكهة المدرجات هي بحضور الجماهير وبتلك الأصوات التي تتغنى بحب اللاعبين وعشق الكيان الذي ينتمون إليه. واليوم هنا تشاهد ملعب نادي دهوك يمتلئ بهذه الوجوه النيرة الحاضرة المساندة من خلال مباراة اليوم. فعادت هناك هيليو، عادت الآن من البرازيلي مونتيرو، عادت الكرة من مونتيرو، غادرت أرضية الملعب ولعب للطلب ولزاخو، وهذا أسامة جبار رشيد قادم من نادي فنزيلا، قد يلعب في الدوري البرتغالي الدرجة الثانية والمباراة الثانية للكابتن أسامة لاعب منتخباتنا الوطنية. عادت الكرة هنا بوسط ملعب زاكري الديفواري، يحاول الآن زاكري، انقطعت، وللموسم الثالث مع نادي دهوك هذا اللاعب الأسمراني، واحد من اللاعبين المميزين بخط الوسط، اللاعب ولاعب موهوب عنده أهداف جميلة في الموسم الماضي. والكرة هنا بالراس، يأتي الإبعاد، تخلص مرة أخرى هناك بوسط الملعب نقلة ومحاولة العبور، كادت أن تصل هناك إذا وصلت لسيابان عكيد، بينما يأتي الإبعاد من رصيص جاك هينري، أضعته محمد سعيد، هذا المدافع اليسار، خلص الكرة الماضية وتعود الآن بوسط الملعب. لا شيء لنادي دهوك ولا شيء لنادي أربيل، بمباراة أكيد كبيرة وبهذا الحضور الكبير، فنشاهد من يفتتح التسجيل ومن يكتب سيناريو لقمة هذه المباراة. لا زلنا نترقب، هي عادت هناك للهب الأصفر أمام الأزرق الموشح بالأبيض خلال مباراة اليوم. هذا مزيج بلونين رائعين، الأزرق والأبيض، نعم، بلون السماء والماء من خلال مباراة اليوم بهذه القمصان الجميلة لنادي أربيل، كذلك بالأصفر الجميل اللهب. يريد أن يحرق أحداث المباراة ويسجل الهدف الأول صقور الجبال، فهل ستحلق هناك لتصل لمرمى الحارس حسين علي جولي؟ دعونا نترقب، دعونا نشاهد مرة وللأمام، هناك بنقلة عدت ولا زالت مستمرة بالتمريرة طويل الكرة أمامية، صافرة وخطأ، صافرة حكم المباراة يشير لوجود خطأ بعد التدخل بالكرة الماضية. لازلنا نترقب أحبتي، لازلنا ننتظر. سلامة اللاعب، وهنا خطأ في توجيهات، هناك نظرات للمدرب مسعود بلال، مسعود بلال السويدي صاحب 36 عام، ايضا الموسم الماضي درب نادي الوسط الاماراتي وحقق العديد من الالقاب، كذلك درب عده انديه في الدوري السويدي. وهذه كرة تعود هنا بنقله، عادت في وسط الملعب، شابان عقيد لزاكري، زاكري يحاول، زاكري قطعت الكرة، عادت هناك من هيليو مونتيرو، وبوسط الملعب تعود بيتر جورجيس، هناك محاولة كادت أن تصل لوسط الملعب، هارون أحمد يحاول الآن، هارون، وهناك خطأ وبطاقة صفراء، البطاقة الصفراء على اللاعب هنوفان، هنوفان يتلقى البطاقة الصفراء الأولى في المباراة. حذرنا من ارتكاب الأخطاء وكذلك حذرنا من البطاقات الملونة منذ اللحظات الأولى.
على سالة الأمور، مستمرة بالتعادل بهذه المباراة، لا شيء لنادي أربيل ولا شيء لنادي هوك. كذلك نعم نتمنى كذلك أيضا من إدارة نادي هوك المحترمة، هي بعد ما نجحت بافتتاح دوري نجوم العراق لموسم 24-25 وبالنسبة الثانية من دوري المحترفين، كذلك نتمنى أن يتعاملوا. وهنا تأتي نعم بالعارضة، هي من تتمكن من الإبعاد، وهناك راية أوف سايد. اللقطة الماضية على اللاعب زاكري، كنا نريد أن نتحدث عن أرضية ملعب المباراة ولسوء الأرضية، لابد أن تتعالج هذه الأمور. أكيد شاهد من هذه التسديدة، وكان هناك سيامند نعم متسلل، لا هناك التسلل كان باللقطة الماضية على اللاعب يار بوبكر، وتسديدة اللاعب زاكري، وكانت قبل التسديدة هناك صافرة وراية من المساعد الدولي كرار عباس كانت حاضرة باللقطة الماضية. ولا زلنا نشاهد ونترقب أحبتي. هذه كرة تلعب للأمام من حسين علي، جولي بدأ التهديد الأول من نادي توك، وهنا تعود لنادي أربيل بينما وصلت لأحضان الحارس محمد صالح. سلامة اللاعب شيركو كريم، سلامة للشيركو بعد التدخل بالكرة الماضية، بعد التدخل مع اللاعب شيركو كريم. السلامة لشيركو كريم بهذه المباراة. أكيد لابد أن تكون الأهداف حاضرة، ذكرتها باللحظات الأولى، مباراة لا تخلو من الصعوبة. هكذا ديربي يجمع أكيد قمة الشمال، شمال العراق الحبيب، هنا ما بين نادي أربيل ونادي توك. وشيركو تعرض للإصابة عدة مواجهات جمعت الفريقين 30 لقاء، اجتمع نادي أربيل ونادي توك، حيث حقق نادي توك الفوز ب 12 لقاء بينما فاز أربيل ب8 لقاءات وحضر التعادل ب10 لقاءات. واليوم تشاهد خلال هذه المباراة هناك من يبحث عن هدف أول، وهنا من يريد أن يسجل كذلك أول أهداف المباراة. وتشاهد هنا الكلام ما بين حكم المباراة وكذلك مدرب الفريق الكابتن سمير، ينتظر هل يجري التغيير أم سيكمل أحداث الشوط الأول الكابتن شيركو كريم. السلامة لكل اللاعبين، معافى يا شيركو. تعادل مستمر بهذه المباراة، بهذا اللقاء، أكيد بمباراة كبيرة ما بين نادي أربيل وكذلك نادي توك من خلال مباراة اليوم. دعونا نترقب، نحن ننتظر أحبتي ونشاهد من يفتتح التسجيل ومن يضيف أول أهداف المباراة. يفعلونها نادي توك صاحب الأرض والجمهور من خلال مباراة اليوم. هل ينجح بتسجيل أول أهداف اللقاء؟ هذه تلعب هناك بنقلة، غادرت أرضية ملعب، وشيركو مرة أخرى يتعرض للإصابة. سلامة لشيركو بعد تدخل الكرة الماضية، هذه تدخلات قوية على قدم لاعب شيركو. شاهد هذه الإعادة بعد ما تدخل هناك اللاعب البرازيلي اليوم في اللقطة الماضية، وأيضا اللاعب سيامند عقيد رقم 99. هنا الكلام بهذه اللحظات ما بين اللاعب بيتر جورجيس السويدي لاعب نادي مولمو السويدي. ما زلنا نشاهد حتى الآن ثابتة الآن لمصلحة الكتيبة الصفراء. تلقى الأمامية طويلة هناك لمصلحة نادي توك. من توك عادت، وهناك الإبعاد يأتي من دفاعات نادي أربيل. وصلت الآن في وسط الملعب البحث عن زميل، وهناك من يحاول من هارون لرواء. يوسف حتى انقطعت الكرة، تنقطع وخطأ باللقطة الماضية. هذا يوسف
بن سودة المحترف التونسي في صفوف نادي أربيل. لا زلنا نترقب ونشاهد. مرت ربع ساعة عن أحداث الشوط الأول والتعادل لا زال مستمر بهذه المباراة. خطأ بوسط الملعب لمصلحة نادي توك. تلعب هذه كرة أمامية وهناك عدت من جديد بنقلة الأمل الكرة هناك لأسامة رشيد بينما تنقطع بتمريرة هنا تحت أقدام اللاعب زكري ووصلت للهب الأصفر لنادي توك صقور الجبال ملعوبة للكرة بيتر عدت جول 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 جول. لا 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 لا, لا. ضاعت على الصقور وكادت أن تكون بالمرمى. نعم كادت أن تكون بالمرمى من اللاعب ذو الفقار يونس. كاد أن يضعها في شباك حسين علي جولي. شاهد هذه التمريرة بذكاء. هو عدى هو سدد بقوة ومرت بجانب القائم الأيسر لمرمى الحارس حسين علي جولي. نعم كاد أن يضعها في شباك نادي أربيل وكاد أن يفتتح التسجيل فعدت هناك بنقلة أخرى وتصل بالراس. يأتي الإبعاد وصافرة حكم المباراة تشير لوجود خطأ. هناك خطأ بعد التدخل بالكرة الماضية. سلامة للاعب هكذا هذا أكيد تكررت أكثر من مرة وبعد محاولة اللاعب هذا يوسف بن سودة اللاعب التونسي يحاول الآن وهنا تأتي الكرة عن طريق لاعب خالد من الجهة اليسرى إلى المحترف السوري خالد كردغولي ومن حاول العبور بينما هنا جاء الإبعاد من المدافع نبيار وموسيس جاك هينري بيتر وهنا الكرة لهيكتور فيليب فيدال يلعبها هيكتور وتعود الكرة بوسط الملعب. هناك نقلة وخطأ تأتي بصافرة حكم المباراة. خطأ بعد التدخل بالكرة الماضية على اللاعب بلال العيفة. هذا بلال العيفة التونسي بالرقم 2 لعب لنادي الكويتي ومثل نادي أبها السعودي وانتقل لنادي أربيل من خلال هذه المباراة الثانية بهذا الموسم موسم 2024-2025. أسامة رشيد يلعب أسامة ونقلة أمامية مرت هناك العبور هناك المرور محاولة كولين أندرسون حاول كولين أندرسون ولكن انقطعت تلك الكرة من الدفاعات ولا زالت مستمرة حتى الآن. تبادل هذه الهجمات والكرة تنقطع لتعود مرة أخرى بنقلة عادت الآن هو بالرأس يأتي الإبعاد. هناك تبعد من اللاعب اليوم مونتيرو عادت وخطأ هنا بوسط الملعب. خطأ بعد التدخل بالكرة الماضية هذه بعد محاولة اللاعب ذو الفقار يونس. الفقار هو من حاول بالكرة الماضية مع لاعب هيكتور فليب البرازيلي لاعب نادي أربيل في هذا الموسم. نعم 6 محترفين بصفوف القلعة الصفراء والكرة لا زالت هناك في الجهة اليمنى البعض عن زميل تلعب الآن ولا زالت هنا بتسديد لا بعيدة يا هيكتور فليب. هيكتور فليب سدد من مكان بعيد والكرة غادرت أرضية الملعب. لازلنا نشاهد الإعادة. هيكتور فيدال فليب سدد من مكان بعيد والكرة إلى خارج أرضية الملعب. لا زالت الأمور مستمرة. هذا الموسم العديد من اللاعبين العراقيين الذين كانوا يلعبون في الدوري السويدي انضموا للدوري العراقي لدوري نجوم العراق لدوري المحترفين بهذا الموسم وكذلك العديد من اللاعبين الذين نعم كانوا يلعبون في الدوريات الأوروبية سواء كانت في الدوريات الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية انضموا من الدوري البرتغالي وهنا الكرة تعود ومن الدوري الفرنسي. ووصلت هناك بمحاولة بنقلة لا زالت مستمرة لاعب شيركو ولكن هنا شيبان عجيب أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الإبعاد هذا شيبان عجيب اليوم يتراجع للخلف في هذه المباراة
وتشاهد سيابند خلص تلك المحاولات التي تريد الوصول لمنطقة ال 18 هناك بمرمى الحارس محمد صالح، بينما وصلت من محمد صالح تلعب طويلة. محمد صالح وللأمام يا محمد صالح، والتعادل لا زال قائم بين صقور الجبال وهولير الامبراطور امام صقور الجبال من خلال هذه المباراه. هي تصل هنا بتسديده وصلت لبيتر جورجيس، بيتر السويدي يحاول بينما عدت من بيتر. هنا سيابند عقيد ينتظر سيابند بالجهه اليمنى ويحاول العبور حتى الان، ولا زالت الكره مستمره تحت اقدام اللاعب سيابند عقيد. يتراجع البحث عن زميل يلعب سيابند، وهناك من بيتر للاعب روبن اكوا الغاني. روبن اكوا وتعود هناك لهارون احمد، من هارون احمد بيوسط الملعب بنقله هناك تجاه اللاعب محمد، فعادت مره اخرى بيار للاعب ماسيس جاك، والكره بوسط الملعب من بيار. ابو بكر هناك بنقله عدت للامام من اللاعب ماسيس وتعود روبن اكوا. الروبن في الجهه اليسرى لمصلحه نادي توك. تحركات حتى الان جميله بالنسبه لنادي توك، ويحاول من خلال هذه التحركات الوصول لمرمى الحارس حسين علي ويزور الشباك بهدف اول، لكن تشاهد هناك خط يقف بانتظام لكي يبعد المحاولات التي تصل لمرمى الحارس حسين علي من قبل دفاعات نادي اربيل. وكل هذه المحاولات هي مستمره بهذا الاداء وبنديه هذه المباراه. نعم نشاهد خلال هذه اللحظات نلعب بالدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول، والتعادل لا زال قائم ما بين نادي أربيل ونادي توك خلال مباراة اليوم. وكما ذكرنا لحساب الجولة الثانية من دوري نجوم العراق، هذه كرة عادت هناك نقلة تأتي للاعب سيابند عقيد، ومن سيابند عقيد هنا محاولة لا زالت مستمرة من بيتر جورجيس يحاول بينما تنقطع بنقله وياتي الابعاد هناك من اللاعب روى يوسف يلعب وطالت يا روى يوسف على اللاعب خالد غولي، ضاعت على خالد المحترف السوري العقيد. والواضح بالصوره محمد سعيد يجدد الولاء لنادي توك الموسم الثاني. شاهد هذا هو الابعاد، وتشاهد كذلك سوء الارضيه لملعب نادي توك كما علمنا كذلك الجهات المعنيه في اداره نادي توك يتعاملوا بمهنيه من اجل اصلاح ارضيه ملعب نادي توك، كون هذا الملعب من الملاعب المميزه، من الملاعب الجميله التي تحتضن اللقاءات الكبيره. دوري نجوم العراق كان هنا بالمباراة التي جمعت الزوراء وانتهت بهدف الزوراء الوحيد الذي سجله اللاعب حسن عبد الكريم، وعاد يوم الزوراء للعاصمة ب3 نقاط. واليوم نادي اوكي كذلك يريد ان يصالح جماهيره من خلال هذه المباراة. نعم عادت الكرة هنا بنقلة بوسط الملعب وبمحاولة تعود باقدام اللاعب شيركو كريم، يعود لوسط الملعب يستلم الان يسلم لروى يوسف بن روى. تعدت هناك لهيليو مونتيرو، اسامه رشيد يبحث عن زميل تعود يا رشيد، وهناك لهلو فاق غادرت ارضيه الملعب يا هلو فاق لتعود مره اخرى لمصلحه الكتيبه الزرقاء لنادي اربيل. وهنا لروى بنقله وصلت الان من مونتيرو ينتظر ويلعبها للامام، هناك بنقله طويله تصل وهذه المحاوله لمصلحه اربيل حتى غادرت ارضيه الملعب. نعم غادرت ارضيه الملعب. شاهد مؤازره الجماهير. اربيل تغلب على نادي ديالا في المباراه الاولى بهدفين لهدف يوم سجل شيركو كريم هدفين، وتوك خسر من الزوراء 1-0. ونوروز ايضا في الجوله الاولى تعادل سلبا امام كربلاء، ونفط البصره تغلب على الكرف بهدف مقابل لا شيء. النجف تعادل امام النفط بهدف لمثله، ونفط ميسان تغلب على نادي القاسم بهدفين مقابل هدف، وزاخو تعادل امام الطلبه سلبا من دون اهداف. هنا الخطا على اللاعب اسامه رشيد. كنا نتحدث عن نتائج الجوله الماضيه
كذلك الشرطة تعادل بهدفين مقابل هدفين أمام نادي القرمة، والميناء تغلب على الحدود بهدفين بهدف القوة الجوية، تعادل أمام الكهرباء سلبا من دون أهداف. بينما في هذه الجولة بالأمس انطلقت الشرطة تغلب على ديالى بافتتاح الجولة ب6 أهداف مقابل لا شيء، والنفط تغلب على القرمة بهدفين دون رد، الزوراء تغلب على الكرخ بهدفين مقابل هدف، وزاخو تعادل أمام نادي نوروز بهدف لمثله. وأيضا دقائق مضت وكذلك القوة الجوية يفعل ريمونتادا في الشوط الثاني بعد أن كان متأخر بهدف مقابل لا شيء أمام نادي الميناء، تغلب بهدفين مقابل هدف. والقاسم تعادل أمام نادي الكهرباء، وكذلك بنفس التوقيت مباراة نادي النجف في ديربي الفولادي الأوسط، النجف أمام نادي كربلاء. وهنا في ديربي شمال العراق شمالنا الحبيب، صقور الجبال تريد أن تحلق على قمم الجبال وتصل لأعلى قمة في أربيل، تريد أن تصل لقمة هيلغورد، هناك لقمة جبل حرير وجبل سيفين من خلال مباراة اليوم، تريد أن تحتل قلعة الإمبراطور الأثرية. بينما أبناء أربيل حضر هناك من هولير يريدون أن يشربون من ماء الخابور، وكذلك يريدون أن يقفون ليحتفلون على الجسر العباسي ويصلون لقلعة العمادية من خلال هذه المباراة. ولكن هناك الإبعاد، هناك التصدي بهذه الندية الكبيرة بهذه الإثارة من خلال هذه المباراة. شاهد الإبعاد من حسين علي جولي تألق وأبدع واجتهد وتصدى وأنقذ مرمى فريقه. الإبعاد للكرة الماضية لا زلنا نشاهد، لا زلنا نترقب محطتي حتى الآن بهذا التحدي، هذا الإصرار، البحث عن هدف والركنية لمصلحة نادي تهود لصقور الجبال. كرة بالراس إلى خارج أرضية الملعب وركنية أخرى. سلامة اللاعب، سلامة للاعب، سلامة لكل اللاعبين. هناك إصابة استغراب من اللاعب الفقار يونس عبد علي. ولا زلنا نشاهد بهذا التحدي وهذه الجماهير الحاضرة هنا، العوائل وكذلك الجمهور الذي يملأ مدرجات ملعب نادي تهود. هناك من يواسر صقور الجبال وهنا من يواسر هولير الامبراطور بمباراة اليوم. نعم، الهدف هل سيكون حاضر من خلال أحداث الشوط الأول، ومن يسجل أول أهداف المباراة من خلال ربما الكرات الثابتة من الركنيات. والكرة ملعوبة، حسين علي جولي يتألق، حسين علي جولي يتألق ويتصدى براعة لينقذ مرمى فريقه من أمام لاعبين نادي تهوك. نعم، يجيدون الارتقاء والصعود لخطف الكرات بالرأسيات، ربما يكون هدف. ومن خلال الكرات الثابتة هنا عدت من تعود روى يوسف، ولكن هنا تنقطع وأبعدت الكرة الماضية، انقطعت من اللاعب بيتر جورجيس. حاول العبور بيتر جورجيس، ولا زلنا نشاهد، لا زلنا نترقب أحبتي. فندية المباراة كبيرة بلقاء كبير بمباراة مثيرة، ولا زلنا ننتظر ونشاهد. هناك بعد المحاولة وتعود مرة أخرى. هذه الكرة وصلت الآن إلى عدت لتكون قريبة لوسط الملعب. شاهد العبور، هناك نقلة لتعود مرة أخرى بأقدام اللاعب. هناك من محاولة يوسف بن سودة، لكن من التونسي وانقطعت هنا حتى غادرت أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب. تعود
تعود الكرة بوسط ملعب من شيركو. هذه كرة عدت هنا وللأمام، حاول ونقلة، وصلت لشيركو كريم يحاول العبور، شيركو يلعبها ولكن تنقطع هنا براسية يأتي الإبعاد وتصل مرة أخرى. شيركو يتراجع وهنا الكرة تصل لمصلحة اللاعب هيكور. والكرة ضاعت إلى خارج أرضية الملعب. هذه تعود وهنا شيركو كريم يحاول بهذه الكرة، ممكن أن تكون بهدف، ممكن لأربيل، ممكن لقرعة الصرفة لكنها ضاعت يا كولين. أندرسون حاول، الجامايكي حاول أن يضع الكرة في المرمى ولكن غادرت أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية الملعب. وصول رائع للاعبين نادي أربيل هنا لمنطقة الجزاء بوكس 18 ومضايقة دفاعات نادي تهوك من خلال هذا اللاعب. نعم كولين أندرسون. شاهد بعد تمريرة اللاعب كولين لكن اعترض اللاعب محمد سعيد طريق الكرة الماضية وغادرت أرضية الملعب. شاهد هنا خيبة الأمل واضحة على ملامح اللاعب كولين أندرسون باللقطة الماضية. وتعود هناك راية تغادر هذا الواضح هنا بكر فيدال البرازيلي. نادي أربيل ينتظرون من هيكور وهناك من ينتظر من بيتر جورجيس لاعب المميز بصفوف نادي تهوك. استمع لهذه الهتافات هنا لجماهير نادي تهوك وجماهير أربيل من خلال مباراة اليوم. هل يكون هناك هدف حاضر بالمباراة؟ هل تسجل نقاط هذه المباراة أم يبقى أربيل وتهوك حبايب حتى نهاية اللقاء؟ انتظر ونترجع هناك في الشوط الثاني. هذه كرة لعب زاكري يحاول العاب الزاكري. هل يفعل الزاكري؟ يجيد التسديدات ويجيد البهلوانيات الجميلة بهكذا أماكن. فهو لاعب مميز، لاعب مهول، لاعب خطير. حتى غادرت أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب. نعم جميل بأداء ممتع حتى الآن. هذا الأداء وما ينقص هذا اللقاء هو اللمسة الأخيرة وتسجيل الهدف. فمن ينجح ويسجل الهدف؟ من يفرح هذه الجماهير الحاضرة؟ هل ستكون الفرحة لجماهير نادي تهوك أم لجماهير نادي أربيل التي تحملت عناء السفر ووصلت هنا لقمة هذه المباراة؟ كرة بالراس يأتي الإبعاد يخلص هوني تعود مرة أخرى. هناك بيار مبكر لمحمد سعيد يلعب الكرة عالية من محمد سعيد وتصل هناك بهذه المحاولة بينما يأتي الإبعاد وهناك خطأ باللقطة الماضية. خطأ بعد التدخل مع اللاعب هلو فاعل وكان الخطأ هناك على اللاعب بيتر جورجيس. شاهد هذه الإعادة والخطأ على اللاعب بيتر جورجيس السويدي لاعب نادي مالمو السويدي قادم لصفوف نادي تهوك خلال مباراة اليوم بنقلة والارتقاء كرة بالراس لكن هناك صافرة تأتي من حكم المباراة الدولي واثق محمد. هو من يضبط هذا اللقاء، هو من يثير هذه المباراة. كما شاهدنا أحبتي بالأمس أول ثلاثية تسجل في دوري نجوم العراق لهذا الموسم وأول هاتريك كان من اللاعب مهند علي ميمي لاعب نادي الشرطة في شباك نادي ديالى. بينما في الموسم الماضي شاهدنا 9 هاتريكات سجلت في شباك الأندية. نعم وشاهدنا سوبر هاتريك أيضا سجل في الموسم الماضي. هذه كرة عادت هناك محاولة سنتحدث باللاعبين الذين سجلوا ثلاثيات في الموسم الماضي ومن سجل السوبر هاتريك بذلك الموسم الذي انتهى لنادي الشرطة وكان الشرطة هو بطلا للدوري والكاس. والقوة الجوية كان الوصيف أيضا لنادي الشرطة. هنا بمحاولة نقلة مرة أسامة يحاول الآن الدخول هنا في منطقة 18 والإبعاد حاضر بتلك الكرة للاعب هارون وحاول أيضا هنا بالروبن لكن هنا تعود لمصلحة نادي أربيل. قطعت وروبن اكوا يلعبها هارون
مرت هناك إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو زنان عادل عباس. زنان عادل وهنا محمد سعيد. نعم جميل هذا الأداء ومن انتهت هذه المباراة شيء يمضي والتعادل لا زال مستمر. هذه المباراة لا شيء لنادي هوك ولا شيء لنادي أربيل، فمن يفتتح التسجيل ويسجل أول أهداف المباراة؟ هذا السؤال يتكرر بأذهان الجماهير، وهناك من ينظر لكي يرسم خطة مغايرة لأحداث الشوط الثاني. وهذه الكرة عدت هناك لتعود المدافع ماسيس لبلال. بلال هناك لماسيس جاك وتعود بنقلة روعة يلعبها، لكن هنا مونتيرو يتراجع من سيابان عقيد وبمحاولة تتخلص من بيار بوبكر حتى وصلت هناك تحت الجبل هارون من هارون أحمد. الكرة يا هارون عادت للاعب زكري يوصل الملعب. هذا روبن أكوال غاني لزكري كوت ديفواري. يحاول زكري تنقطع من شيركو ويتراجع بخط الوسط. أسامة رشيد حتى وصلت لسيابان عقيد من سيابان عقيد وتلعب مونتيرو. هناك روبن لسيابان عقيد ونقله بوسط الملعب. هنا محاولة لأسامة رشيد خاطئة هذه التمريرة وانقطعت هنا لتعود مرة أخرى لمصلحة نادي أربيل بهذه الجمالية وبهذه الندية الرائعة. هيكور فيليب وبنقلة من شيركو خاطئة يا شيركو كريم وعادت لزاكري بوسط الملعب. تحركات جميلة من زاكري وتلعب هناك صافرة. لا يكفي يقول تراجع هناك صافرة وخطأ بعد التدخل من الكرة الثانية. وأيضا جماهير تتفاعل مع اللقطة الماضية. الشيء يمضي بالنسبة لأحداث الشوط الأول والتعادل قائم ما بين أربيل وهنا حاولت بهذه الكرة من سيابان عقيد وتأتي هنا التمريرة، لكن هنا تصل بعد هذه المحاولة من ذو الفقار يونس عابد علي. والكرة وصلت الآن إلى خارج أرضية الملعب. ضاعت يا بيتر غربيس وغادرت أرضية الملعب بنقلة. بلال يلعبها الارتقاء. هذا روبن أكوا وصافرة حكم المباراة أيضا تشير لوجود خطأ. نادي أربيل عنده 3 نقاط، سجل هدفين واستقبل هدف وحيد. الموسم الماضي هو احتل المركز الرابع عشر في دوري نجوم العراق بعد ما لعب 38 مباراة. حقق نتائج كبيرة وحقق الفوز بعدة مباريات وبنتائج أيضا كبيرة. نادي أربيل أكبر نتيجة كانت عنده هي الفوز على نادي كربلاء ب5 أهداف مقابل 3 أهداف، وكانت واحدة من أكبر النتائج في الموسم الماضي في دورينا، نتيجة نادي أربيل على نادي كربلاء ب5 أهداف مقابل 3 أهداف. وكذلك تغلب على نادي أمانة بغداد ب4 أهداف مقابل هدف. وكذلك في مباراة الإياب أيضا على أمانة بغداد تغلب 3-1. هذه نقلة هنا تعود في وسط الملعب. هناك لاعب صقل أرضية الملعب أمامك اللاعب خطأ وصافرة حكم المباراة. هناك مونتيرو يبدأ اعتراضا ويوسف بن سودة ساقط على أرضية الملعب. ونشاهد هنا صيحات الجماهير وحكم المباراة يقول انهض يا يوسف بن سودة، وبما تطالب الجماهير في هذه اللحظات صدفة، لكن هنا جماهير أربيل تشاهد وتنتظر هل سينتهي هذا الشوط بالتعادل 6 بدون أهداف. هذا هو التدخل ما بين اللاعب سيابان عقيد واللاعب يوسف بن سودة. هل كان هناك تدخل عنيف أم لا؟ الصورة كانت واضحة، لم يكن بذلك التدخل القوي وحكم المباراة كان قريب، لكن الجماهير كانت تطالب حكم المباراة يعني يعطي بطاقة صفراء. هذه الكرة تلعب، يبقى هو صاحب القرار
الدكتور واثق محمد، وهذه كرة تعود من جديد. قاد العديد من المباريات الكبيرة في الموسم الماضي، عند أكثر من 35 مباراة في الموسم الماضي، تعود الكرة لا زالت مستمرة بالتمريرة. يأتي الإبعاد من بيار، مبكر الارتقاء بالراس، تتخلص لتعود مرة أخرى هنا بوسط الملعب بنقلة من جديد. عدت لزاكري، يحاول الآن من زاكري وتصل هنا المرور. يأتي ذو الفقار، عايد ذو الفقار، يونس عبد علي، وهنا حسين علي جولي، ويأتي الإبعاد من حلو فاق أبعد، حلو فاق أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. بندية هذا اللقاء وبهذا التحدي الكبير، بهكذا مباراة صعبة، شاهد هذه التمريرة بذكاء. الله يا زاكري، من بين 3 لاعبين لعبها بحركة وبتمريرة فنية رائعة من زاكري. وبعد هذه العرضية التي وصلت من اللاعب ذو الفقار يونس، وكانت هناك رأسية اللاعب حلو فان التي أبعدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هنا الركنية، تلعب الكرة طويلة، والإبعاد يأتي بالرأس حتى وصلت إلى وسط الملعب، ولا بمنتصف الملعب. محمد سعيد يعيد الكرة بنفس الأسلوب من محمد سعيد، وحلو فاق الإبعاد هنا زاكري، محاولة العبور لكن حسين علي جولي، وبهذا التدخل خطأ مصلحة حسين علي جولي. والخطأ هناك على لاعب ذو الفقار يونس، هذا هداف الدوري الشباب، واحد من اللاعبين المميزين. حتى الآن لازلنا نترقب أحبتي ونلعب بالدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول في قمة هذا الديربي، ديربي الشمال. نعم، هنا ستلتقي قمم الجبال، هنا ستحلق الصقور، هنا ستسجل الأهداف، هنا ستكسب النقاط، وهنا من يريد أن يزور الشباك شيركو وأصدقائه وسيابند عقيد وأصدقائه من خلال مباراة اليوم. لكن هناك الإبعاد يأتي دائما من الخطوط الدفاعية، وبتلك المحاولات المستمرة تبادل تلك الهجمات نحن نشاهد، نحن نترقب. هي تعود هنا بنقلة، وصلت وتأتي بهذه الكرة، والشاهد هنا المحاولة من خالد الدغلي، هذا هو المحترف السوري، وهنا البرازيلي هيليو مونتيرو لعب لزاخو ولعب لنادي الطلبة. هناك توجيهات للمدرب مسعود بيرال السويدي، مدرب لنادي هوك صاحب 36 عام. هذا عقيد من سيابند عقيد، تعود بوسط الملعب، وشيركو القائد امام القائد، تدخل وابعد الكره شيركو كريم. نعم، في كل موسم واخر يجدد الولاء للقلعه الصفراء، رغم ولعب لنادي الشرطه العراقي، لعب لنادي الكويتي، مسيره احترافيه كبيره للكابتن شيركو كريم. وعادت الان هنا الكره بوسط الملعب، هذا الموسم جدد الولاء لنادي أربيل، وهناك بمحاولة لا زالت مستمرة للجهة اليسرى لمصلحة نادي توك بهذه اللحظات. المرور هنا، العبور، هارون يحاول، وبينما هناك اللاعب بيتر وزانا عادل، السعيد وزاكري، وتشاهد هذه التحركات محمد سعيد بنزعات الهجومية، يحاول إيصال الكرة لهارون وهناك لبيتر جورجيس، بينما هنا في الجهة اليمنى دائما ما ترى بعمق الملعب ذو الفقار يونس، وسيابند عقيد تارة يصل لخط الهجوم ويعود مسرعا ليساند المدافعين. شاهد هناك بعد ارتكاب هذا الخطأ مع اللاعب يوسف بن سودة، سقط كثيرا بأرضية الملعب يوسف بن سودة حتى الآن أحبتي، والتعادل لا زال قائم بهذه المباراة، لا شيء لصاحب الأرض نادي توك ولا شيء لنادي أربيل. هنا بنقلة من خالد، مرت يا خالد كردولي وإلى شيركو كريم حتى غادرت أرضية الملعب، صافرة دولي واثق محمد، صافرة حكم المباراة واثق محمد، جانبية روبن، وهناك يأتي الإبعاد من بيار، مبكر بوسط الملعب، نقلة من هارون يلعبها، وهناك من بيتر، لا زالت الكرة بوسط الملعب، زانا عادل
وتعود مرة أخرى محمد سعيد. من محمد ملعوب الكرة، هناك محمد بهذه التحركات تعود لروبن إكوا. روبن إكوا شاهد عادة الكرة هنا تحت قدام اللاعب بيتر جورجيس. بيتر جورجيس يلعب محمد سعيد. محمد سعيد بنقلة ولا زالت مستمرة لمصلحة نادي توك بهذه الكرة بالراس تتهيأ هناك من ذو الفقار ولا زالت مستمرة، لكن هناك بلال العيفة التونسي يبعث. نعم، وغادر ترضية الملعب دقيقتين كوقت إضافي لنهاية أحداث الشوط الأول. زانا عادل عباس جاك يطالب مساندة الجماهير بهذه اللحظات. هل ينجحون؟ نشاهد نترقب. نعم، إثارة هذه المباراة. تعادل قائم ما بين توك وأربيل، وكرة بالراس هنا تسديدة لكن عادت ومحاولة حتى الآن تنقطع من نادي أربيل. من البرازيلي يلعب لشيركو. شيركو عدت هنا تحت أقدام اللاعب كورين أندرسون. أندرسون وخطأ على اللاعب محمد سعيد بالكرة الماضية. الخطأ على اللاعب محمد سعيد بعد التدخل مع اللاعب أندرسون. شاهد هذه الإعادة يعترض طريق اللاعب كولين أندرسون، وتعود الآن بوسط الملعب. هي بنقلة لأسامة رشيد يلعبها الآن من أسامة رشيد تتخلص لتعود مرة أخرى. وشاهد هنا صافي ركاتي وخطأ حكم المباراة، وأيضا خطأ باللقطة الماضية. سلامة اللاعب. هذه هي إعادة بعد ما رفع قدم اللاعب يوسف بن سودة بهذه الإعادة مع اللاعب هناك محمد. لحظات تمضي وكل شيء مستمر أحبتي حتى الآن بالتعادل لقمة هذه المباراة، واحدة من الديربيات الجميلة والرائعة. وتأتي صافرة الدولي الدكتور واثق محمد تعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل سلبا من دون أهداف. أكيد سنعود ونكمل أحداث الشوط الثاني، لكن انتظرونا بعد الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين.
اهلا ومرحبا بكم من جديد احبتي متابعي قنوات شبكه الاعلام العراقي. بعد ما تركنا الشوط الاول ينتهي بالتعادل سلبا من دون اهداف، اتينا لمجريات الشوط الثاني، شوط المدربين، شوط التكتيك، شوط الحلول الفنيه. فما هي الخطه التي رسمها الكابتن سمير صديق بابو، وكذلك ما هي خطه المدرب مسعود ميران لمجريات الشوط الثاني هنا في قمه هذا الديربي، ديربي شمال العراق، بقمه هذه المباراه الجميله ما بين نادي اربيل ونادي اتهوك امام هذه الجماهير الحاضره بقمه هذا اللقاء، وباصرار الفريقين بالبحث عن هدف من خلال مباراه اليوم. اربيل الذي يبحث عن هدف اول خارج ارضه، وكذلك نادي اتهوك هنا بارضه وامام جماهيره يريد ان يسجل اول اهداف اللقاء لهذه المباراه. تركنا الشوط الاول ينتهي بالتعادل من دون اهداف، اكيد الشوط الثاني وشوط التكتيك لمدربي الفريقين. نحن نترقب ونحن نشاهد وننتظر هذه المباراه ضمن منافسات الجوله الثانيه من دوري نجوم العراق. ترقب هنا نقله للامام، تصل هناك من زاكري وصافره هنا تاتي وخطا، صافره حكم المباراه يشير لوجود خطا بعد التدخل بالكره الماضيه. نعم احبتي، هنا كذلك بعد ان غادر ارضيه الملعب اللاعب زان عادل واشرك اللاعب الشرقي البحري المغربي اللاعب البديل وبخط الهجوم، واشترك الان هنا زاكري يحاول بينما غادرت ارضيه الملعب. هناك محاوله اللاعب خالد كارتغولي هذا المحترف السوري العقيد في ديربي مباراه اليوم، هنا في واحده من اجمل المباريات في شمالنا الحبيب. هنا 5 ألقاب متواجده بمباراه اليوم. اتهوك صاحب اللقب الشهير في دوري نجوم العراق او في الدوري العراقي. نعم في موسم 2009 2010 حقق لقب الدوري العراقي بهدف اللاعب خالد مشير في شباك الطلبه، وكذلك هنا نادي اربيل صاحب 4 ألقاب من خلال هذه المباراه، اذا 5 ألقاب متواجده بملعب المباراه، وكذلك يبحثون كل منهم بان يصل للمراكز المتقدمه. نادي اربيل الذي حقق الدوري العراقي موسم 2006 2007 وكذلك بموسم 2007 2008 وبموسم 2008 2009 واخره كان موسم 2011 12 لنادي اربيل. هنا المحاوله عدت ولا زالت المرور بوسط الملعب، الكره بوسط الملعب، هناك خطا بعد التدخل بالكره الماضيه. استمر نديه هذه المباراه وصافره الدولي واثق محمد ومساعده الدولي كرار عباس، هناك بغرفه الفار ايضا حكم دولي كبير محمد سلمان واياد زاحم الاي فار، كذلك مهند مناف الحكم الرابع وهاني ابراهيم المساعد الثاني لحكم المباراه. هنا محاوله هذا التقدم وهذه التغييرات تعطيك الانطباع الواضح للمباراه بان يتقدم نادي اربيل ويطمح لتسجيل هدف من خلال مباراه اليوم امام صاحب الارض والجمهور. نادي اتهوك العنيد حتى الان لم يسجل اي هدف خلال تلك المحاولات واتاحه الفرص لاكثر من فرصه امام لاعبين نادي اتهوك، لكنهم لم يتمكنوا من التسجيل لاي هدف خلال هذه المباراه. ولا زلنا نشاهد هل يكون هناك هدف يغير المعادله لهذه المباراه. هنا المحاوله من هيلوفاك لكن انقطعت من زاكري يحاول بهذه الكره من زاكري ينتظر وهناك خطا. نعم كلام ما بين المساعد لحكم المباراه وزاكري هذا الكوتيفاري في الموسم الثالث مع نادي تشاهد هذا اللاعب عنده اهداف جميله في الموسم الماضي مع نادي اتهوك. وهنا هيلوفاك على التنفيذ لهذه الركنيه الان لمصلحه نادي اربيل للامبراطور لكتيبه القلعه الاثريه. هل يفعلونها ابناء اربيل؟ هولير عدت الكره وهنا تتهيأ لكن ياتي الابعاد من ابناء قلعه العماديه وتبعد الكره هناك الى خارج ارضيه الملعب. الكره تبعد الى خارج ارضيه الملعب.
نعم كما ذكرنا هناك ديربي الكرات الأوسط ما بين النجف وكربلاء، وهنا الكرة تأتي من راس تتخلص أسامة رشيد بتسديدة انقضت لتعود مرة أخرى. شاهد هذه المحاولة بهذه الندية وبوسط الملعب، شاهد هنا التغيير، هنا الكرة لمصلحة هيلو لكن ضاع على هيلو فاق، ضاعت الكرة. تتبقى مباراتين يوم غد، أيضا هناك مباراة الديربي النفطي، مباراة نادي نفط ميسان بمواجهة نادي نفط البصرة هناك بملعب ميسان الأوروبي، والطلبة سيلاقي الحدود بختام الجولة الثانية. نحن نشاهد الآن حبت يترقب من خلال هذه المباراة هل ينجح نادي هوك ويحقق النقاط الثلاثة بالفوز بهذه المباراة، أم يكون الفوز لمصلحة نادي أربيل. ملعوب الكرة في وسط الملعب، هنا لتعود من جديد، شاهد هي عادت وبنقلة أخرى وصلت هناك بمحاولة تعود من خالد وتحت أقدام اللاعب هناك هيكتور فيليب فيدال، حاول فيدال البرازيلي وعادت الآن من هيكتور داود. هنا نقلة من ذو الفقار يحاول زاكري، صافرة وخطأ، صافرة حكم المباراة وخطأ باللقطة الماضية. اعتراض من اللاعب أسامة جبار رشيد لاعب نادي فيزيلا في الدوري البرتغالي الدرجة الثانية. هذا اللاعب مثل منتخبنا الوطني وهنا يرتكب خطأ بهذه اللقطة مع اللاعب زاكري باللقطة الماضية. مشاهد لازلنا نترقب احبتي هل ينجح نادي هوك بتسجيل هدف اول ويصالح جماهيره من خلال مباراه اليوم. هو خسر في مباراه الافتتاح امام نادي الزوراء، بينما نادي اربيل تغلب على نادي ديالا في المباراه الماضيه بهدفين مقابل هدف. فدعونا نشاهد ننتظر هل يكون هنا هدف ربما من خلال الكرات الثابته. ترقب هنا لمصلحة اللهب الأصفر لنادي هوك لصقور الجبال، مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب بعد هذه التسديدة من اللاعب ماسيس وبتلك الرأسية نعم التي غادرت أرضية الملعب بعد المحاولة من اللاعب شرقي. هذا هو شرقي البحري المغربي البديل، كاد أن يسكنها الشباك ولكنها غادرت أرضية الملعب. هنا غادرت أرضية الملعب. تشاهد هذه المحاولات مستمرة بتبادل هذه الهجمات، مرة لنادي هوك وأخرى تعود لنادي أربيل، بينما هناك صمت للجماهير الحاضرة وهي تنتظر أن يكون هناك هدف. نعم، فهل يأتي الهدف ويغير المعادلة لهذه المباراة وتنقلب الأمور بندية هذه المباراة؟ هناك من اللاعب هيلو مرت ومن الشرقي لساكري، عدت الآن بنقلة إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب، الإبعاد يأتي من الحارس السير علي جولي أبعدها، وهنا تترك الكرة لماسيس جاك هينري. هذا اللاعب يطلب أن يكون هناك تحفيز من الجماهير، كذلك بهذه الأصوات وبهذا التشجيع أكيد ترتقي هنا ساكري. جول! لا القائم يقف بجانب حسين علي جوني وينقذ مرمى نادي أربيل من الهدف الأول. زاكري حاول وفعل الكثير لكن القائم هو من يتألق وينقذ مرمى نادي أربيل من هدف محقق. ضاعت تلك الكرة. شاهد بعد ما لعبها موسيس وبتلك الراسية من اللاعب الشرقي البحري، وهنا شاهد هذه التسديدة رفعها بذكاء اللاعب زاكري، لكن القائم الأيمن هو من أبعد تلك الكرة لينقذ مرمى نادي أربيل من هدف محقق، وبالآخر أبعدت من المدافعين بمحاولة رائعة. ولا زالت الأمور مستمرة حتى الآن بهذا التعادل. نعم، ربما يكون التغيير الناجح لنادي هوك بعد إشراك اللاعب الشرقي البحري. وهناك تعود بنقلة
ولا زالت مستمرة الآن لمصلحة نادي أربيل، وركنية لنادي أربيل بهذه اللحظات. هذه الركنية لمصلحة أربيل، والعقيد خالد الكردغلي هو على التنفيذ. نشاهد أحبتي، نترقب أعزائي هنا من على التنفيذ فيكتور فيدال هو على التنفيذ. فيكتوريا فيدال هل يضعها بشباك ويسجل اهداف في المباراة من خلال الكرات الثابتة. فيدال تسديدة من السابة، مرت في جوار القائم وغادرت أرضية الملعب. نعم، غادر أرضية الملعب. هناك نظرات للكابتن سمير في هذه اللحظات وبتسديدة اللاعب أسامة رشيد بعد تلك المحاولة وبعد تلك التسديدة الرائعة. شاهد هنا كان الإبعاد حاضر في اللقطة الماضية التي غادرت أرضية الملعب. شاهد هذا الأداء وبندية هذه المباراة خلال مباراة اليوم. لا زلنا نترقب، لا زلنا ننتظر. نعم، نادي صقور الجبال، نادي الذي سيمثل العراق في بطولة كأس الخليج للأندية. توك الذي سيواجه نادي النصر الإماراتي ونادي ظفر العماني وأهلي صنعاء اليمن. مجموعة الأولى كل التوفيق لأندية العراق في بطولة دوري أبطال آسيا، وأيضا في دوري أبطال آسيا النخبة، وفي بطولة كأس الخليج للأندية. توك سيكون ثالث أندية العراق في البطولات الخارجية. هنا جول ممكن الآن، ولكنها غادرت أرضية الملعب. كرة تغادر أرضية الملعب. تشاهد بهذه الندية الكبيرة وبهذا الأداء الكبير سلامة حارس بعد التدخل بالكرة الماضية. تحدث عن نادي توك، أكبر فوز كان عنده الموسم الماضي هو 3-0 على نادي الفضة ميسان، وكذلك أكبر خسارة تلقاها من نادي الطلبة هي 3-1. واليوم هنا في أرضه يلعب مباراته، لكن هناك أربيل بالمقابل كذلك بعد الاشتراك والإبعاد للكرة الماضية من محمد صالح. نتحدث عن نتائج الفريقين خلال الموسم الماضي. ذكرنا واحدة من أكبر النتائج التي فاز بها نادي أربيل هي 5-3 على نادي كربلاء، وكذلك 4-1 على نادي كربلاء، 4-1 على نادي أمانة بغداد، و3-1 و3-0 على الميناء وأمانة بغداد في مباراة الإياب. بينما أكبر خسارة تلقاها الموسم الماضي هي من القوة الجوية، 4-1 و4-2 من الشرطة، 3-0 من الزوراء، و3-1 من الكهرباء. هي النتائج التي تلقاها وأسوأ نتائج تلقاها في الموسم الماضي. هذه الخسائر الكبيرة عانى كثيرا أيضا في الموسم الماضي نادي أربيل، لكن اليوم يعود ويدخل المنافسة بقوة من خلال هذه المباراة. لازلنا نشاهد فتلعب الكرة هناك للأمام طويلة، الارتقاءات والإبعاد، الكرة تتخلص، وهنا بأقدام اللاعب هذا هو من يحاول ديرسون، وكولين هندرسون عادت هناك بنقلة من اللاعب يحاول الشرقي تلك المحاولة، وسيامند عقيد يحترم باللحظة الماضية عفوا. هناك بيتر جورجيس. لا زلنا نشاهد نادي أربيل بجعبة هذا النادي 4 ألقاب للدوري العراقي. أول لقب كان بموسم 2006-2007 مع المدرب أكرم سلمان، وكان يومها هداف الدوري أحمد صلاح ب 11 هدف لاعب نادي أربيل ومدرب الشرطة الحالي. كذلك بموسم 2007-2008 حقق نادي أربيل لقب الدوري العراقي مع المدرب الدكتور صالح راضي، وكذلك الكابتن ثائر أحمد قاد الفريق بآخر مباراتين، وكان هداف الدوري يومها أسعد عبد النبي لاعب بنادي الكهرباء ب 14 هدف. هذا اللقب الثاني لنادي أربيل.
هنا بعد هذا التغيير سنتحدث عن بقية ألقاب نادي أربيل. زاكري يغادر أرضية الملعب ويشترك الآن جيلبرت كوموسون الغاني. هذا هو زاكري ترك أرضية الملعب واشراك اللاعب الغاني جيلبرت كوموسون. بهذه اللحظات تعود الكرة بوسط الملعب، هنا نقلة عادت لأسامة رشيد، يلعب لي حلو، تأتي العرضية وهناك داخل منطقة ال 18 بينما تتخلص وتصل لمصلحة اللاعب شرقي البحري من شرقي البحري بتمريرة وصلت الآن تحت أقدام اللاعب ذو الفقار يونس من ذو الفقار وبوسط الملعب. يا ذو الفقار عادت هناك بنقلة من اللاعب ماسيس تلعب وهناك في الجهة اليمنى من بلال لبيار عدت هنا محاولة العبور من البديل تأتي الآن بهذه اللحظات ولا زالت مستمرة لكن جاء الإبعاد من الدفاعات. خلص تلك الكرة وتعود بنقلة بوسط الملعب ولا زالت الأمور مستمرة بهذا الأداء وبهذا التعادل. روى يوسف يلعبها من شيركو وتصل هناك لكن يأتي الإبعاد مرة أخرى من موسيس لتاوت. حاول الآن شيركو بوسط الملعب، نقلة لا زالت مستمرة من شيركو ليوسف بن سودة، يوسف بتسديدة وصلت إلى خارج أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب. محاولة نعم جميلة ورائعة غادرت أرضية الملعب. تحدثنا عن اللقب الثاني لنادي أربيل وكذلك اللقب الثالث بموسم 2008-2009 مع المدرب ثائر أحمد، وكان أيضا يومها هداف الدوري أحمد صلاح ب 15 هدف هدافا للدوري العراقي بموسم 2009. نعم مرتين مع نادي أربيل هو هدافا للدوري كابتن أحمد صلاح. أيضا بموسم 2011-2012 نادي أربيل حقق الدوري العراقي مع المدرب نزار محروس الذي درب الموسم الماضي نادي نوروز، وكان يومها هداف الدوري حمادي أحمد لاعب القوة الجوية ب 27 هدف ويليه ب 23 هدف أمجد راضي لاعب أيضا اللي يمثل نادي أربيل في العديد من المواسم ومن الدوريات. حتى الموسم الماضي كان هو لاعبا لنادي أربيل. هنا وصلت حتى أصبح الهداف التاريخي للدوري العراقي مع نادي أربيل اللاعب أمجد راضي. هذه الكرة هناك غادرت أرضية الملعب، لا زالت الأمور مستمرة. صقور الجمال هذا النادي الكبير الذي تأسس عام 1970 أمام هذا النادي الذي تأسس أيضا عام 1968 بلقاء كبير بمباراة كبيرة بديربي يعد واحد من الديربيات الكبيرة في الدوري العراقي. لكن يا أحبتي حتى الآن والتعادل مستمر ما بين تروك وأربيل. هذه الجماهير التي تنتظر بشغف بحب أن يكون هناك هدف في المباراة. ومن أهم إنجازات نادي توك نعم هو اللي حقق الدوري العراقي موسم 2009-2010. شاهد من موسم 2006 حتى موسم 2012-2011 الدوري لن يخرج من الأندية الشمالية. من 2006 7 8 9 وحتى 10 و12 4 ألقاب بنادي أربيل من 6 حتى موسم 2009 وبعدها موسم 2009 حتى موسم 2010 كان لمصلحة نادي توك، بينما موسم 2011-12 كان لنادي أربيل. هذه كرة عادت بينما هنا المحاولة تعود. كذلك نادي توك بموسم 2007 احتل المركز الثالث في الدوري العراقي والمركز الرابع في موسم 2008-2009 وكذلك الموسم الخامس أيضا المركز الخامس في موسمين موسم 99-2000 وكذلك 2000-2001 كان في المركز الخامس. واليوم تشاهد نادي توك يقدم مباريات كبيرة. هناك صافرة حكم المباريات الموسم الماضي كذلك هو احتل المركز السادس بعد ما لعب 38 مباراة. سلامة اللاعب أولا نادي زاخو الموسم الماضي احتل المركز السادس
لعب 38 مباراة، حقق الفوز ب 15 مباراة والتعادل ب 15 مباراة، بينما خسر 8 مباريات. سجل 41 هدف واستقبل الشباك 31 هدف، بينما كان برصيده 60 نقطة. وكذلك نادي أربيل الذي احتل المركز الرابع عشر في الموسم الماضي، لعب 38 مباراة، فاز ب9 مباريات والتعادل ب 14 مباراة، خسر 15 مباراة، سجل 46 هدف بينما استقبل الشباك 50 هدف وكان برصيده 41 نقطة. لكن اليوم يبحث عن الانتصار من خلال هذه المباراة. سلامة اللاعب هيكور فيدال. نتحدث الآن عن بعض المواجهات الكبيرة التي جمعت الفريقين. 30 لقاء جمع الفريقين. فاز نادي هوك ب 12 لقاء وفاز أربيل ب8 لقاءات، بينما حضر التعادل ب10 لقاءات خلال مواجهات الفريقين. شهدت هذه المواجهات تسجيل 63 هدف، سجلت هوك 34 هدف منها و29 هدف كانت من نصيب نادي أربيل. بنقلة هنا محاولة لا زالت مستمرة حتى الآن، والتعادل مستمر بهذه المباراة. القل للأمام، هوك يحاول يسجل أول أهداف المباراة، وأربيل يطمح للوصول بأكثر من مرة لتسجيل هدف أول من خلال هذه المحاولات وهذه الهجمات التي ترتد وتعود من المدافعين. لكن هنا محاولة اللاعب ذو الفقار يحاول العبور في هذه اللحظات وتسجيل صافرة وخط صافرة حكم المباراة وخطأ بعد التدخل بالكرة الماضية. صافرة الدولي واثق محمد شاهد مع اللاعب الفقار في تلك الكرة، وكان الخطأ لمصلحة اللاعب الفقار. وبعد ما اشترك اللاعب شيخ وحلو فاق كان هناك كلام، وبهذه اللحظات نترقب ونشاهد عدة نتائج جمعت الفريقين، ومن أكبر النتائج التي فاز بها نادي هوك نعم في موسم 2002 فاز 3-0 على نادي أربيل. كذلك 3-0 تكررت هذه النتيجة في موسم 2005 مصلحة نادي هوك. سنتحدث بالنتائج التي جمعت الفريقين، لكن بعد هذه الكرة بيتر غورغيس على التنفيذ. بيتر غورغيس المحترف السويدي وعلى التنفيذ بهذه الكرة الثابتة الآن بالدقيقة 68. هل يفعلها؟ فهل يضيف ويسجل أول أهداف المباراة؟ هناك جماهير تنتظر والكل يترقب نتيجة المباراة. بيتر بعيدة يا بيتر غورغيس إلى خارج أرضية الملعب. ضاعت يا بيتر غورغيس وغادرت أرضية الملعب. نعم عدة محاولات ومن خلال الكرات الثابتة سدد بيتر غورغيس المكان بعيد لكنها غادرت أرضية الملعب. وكذلك كنا نتحدث عن النتائج الكبيرة التي فاز بها نادي هوك 3-0 في موسم 2009، بينما 1-0 موسم 2005 2007 و2-0 هذه النتيجة بموسم 2007، 2-1 أيضا بموسم 2009 لنادي هوك. من النتائج الكبيرة التي جمعت الفريقين. كذلك أكبر نتيجة خلال لقاءات الفريقين هي 4-0 لنادي أربيل على حساب نادي هوك بموسم 2006 22-12. عادت الكرة، هذه أكبر نتيجة خلال لقاءات الفريقين هي 4-0 لنادي القلعة الصفراء للإمبراطور لهولير. هناك عادت على حساب أبناء الخابور فتعود هناك بنقلة مرة أخرى ولا زالت مستمرة. وهنا المحاولة عدت لنادي أربيل، تأتي هذه الكرة ولكن هناك صافرة والكرة غادرت أرضية الملعب. نعم أمام القلعة الصفراء وكذلك أمام أبناء قلعة العمادية. وهنا من حضر لتهوك يريد أن يتجول بجميع الأقضية والنواحي. وهنا لاعبي نادي أربيل الذين يريدون أن يشربون من مياه نهر الخابور ويريدون أن يقفون على الجسر العباسي، هناك الجسر القديم في مدينة تهوك، ويريدون أن يصلون ليحتلون
تلك القلعة الأثرية قلعة العمادية من خلال هذه المباراة، بينما هنا من يدافع بشراسة وببراعة لكي ينوب عن أسوار قلعة العمادية ويريد الانتصار ويعبر بهذا الانتصار من خلال هذه المباراة. يصل به هناك إلى أربيل ويقول لا يا امبراطور، لا، لابد أن تأتي الأهداف من خلال هذه المباراة. 2-1 لنادي أربيل بموسم 2004. تكررت هذه النتيجة 3 مرات لنادي أربيل موسم 2004 2008 2011. لنادي أربيل 1-0 3 مرات أيضا لنادي أربيل بموسم 2010 و2014 و2023. وكذلك بآخر لقاء فاز نادي توك 2-1 بتلك المباراة. يومها سجل اللاعب هيران أحمد لنادي توك، وسجل اللاعب عماد اللواتي وشيركو كريم الذي سجل بآخر لقاء جمع الفريقين هنا بتسديده. وعادت الآن هيران أحمد ودع الفريق، وكذلك عماد اللواتي أيضا غادر نادي توك. لن يبقى سوى شيركو كريم متواجد بهذه المباراة. بعد آخر مباراة جمعت الفريقين وآخر لقاء كان الفوز لمصلحة نادي توك خلال تلك المباراة. آخر 4 مواجهات جمعت الفريقين حضر الفوز لنادي توك مرة ومرة لنادي أربيل، بينما حضر التعادل مرتين خلال آخر اللقاءات التي جمعت الفريقين. وهنا تشاهد التعادل لا زال قائم ومستمر بهذه المباراة، ولا زلنا نشاهد أحبتي متى ستأتي الأهداف وهل سيسجل هدف بهذه اللحظات. بينما هنا تشاهد الوقت يمضي ويداهم أحداث المباراة. يبدأ بالعد تنازلي، ومشاهدنا هناك بعض التغييرات للمدرب مسعود ميرال السويدي، المدرب اللي حقق الدوري والكاس سوبر مع نادي الوصل الإماراتي ودرب نادي مالمو السويدي، كذلك دالكور السويدي وأياك سولانا الدوري السويدي. هذه التغييرات بعد ما أشرك اللاعب الشرقي البحري وكذلك جيلبرت كوموسون. وهذه كرة تلعب الآن. نعم هناك محاولة ربما التعادل يستمر وربما يأتي هدف ويغير المعادلة لهذه المباراة، فكل شيء ممكن في كرة القدم بلحظات وأخرى تتغير الأمور سواء كانت لصاحب الأرض أو للفريق الضيف. لا زلنا نشاهد، لا زلنا ننتظر، حتى وإن كان الانتظار قاتل فأحدهم يقول بعد الانتظار انتصار. فمن ينتصر بهذه المباراة ومن يخطف نقاط اللقاء وبجعبة من ستكون النقاط ال3؟ هل بجعبة المدرب سمير أم بجعبة المدرب مسعود؟ هناك صافرة وخط وتغيير آخر على ما يبدو. علي رحيم سيشترك الآن. علي رحيم يشترك بدلا من اللاعب إيكور فيدال. علي رحيم قادم من الدوري الأردني وأيضا لعب لنادي الزوراء والنفط والجماعة مثل العديد من الأندية في دوري نجوم العراق. شاهد أحبتي الآن تغييرات المدرب سمير بهذه اللحظات. هذا هو إيكور اللاعب اللي غادر أرضية الملعب، وحسين علي جولي ينتظر. حسين علي جولي بعد إشراك اللاعب علي رحيم لاعب خط الوسط القادم من نادي الأهلي الأردني، مثل الأهلي الأردني في الموسم الماضي وعاد للدوري العراقي لدوري نجوم العراق. محمد صالح يلعبها للأمام. من محمد صالح هناك نقلة تصل للأسمراني. روبن إكوابي وسط الملعب وتعود هناك محاولة جيلبرت كوسمون ويحاول الآن. هذه عادة من جيلبرت
موسون يحاول هنا روبن اكوا، وتنتقل هناك بنقله للاعب الشرقي البحري، يحاول من الجهه اليمنى لمصلحه نادي هوك، بينما هناك راي، هناك اعتراض من اللاعب بيتر جورجيس بهذه التحركات. بيتر جورجيس ينتظر، وهذا هو نعم الكرة للتماس هنا جانبية لمصلحة نادي أربيل. الشيء يمضي وانتظر الجميع تكتيك المدربين، بينما التعادل هو المسيطر على أحداث المباراة في قمة هذا الديربي. بهذه المباراة لا زال التعادل مستمر وعادل ما بين الفريقين. شاهدنا تلك التحركات وشاهدنا التسديدات، لكن الشوط الأول كان فيه أفضلية وفيه تقدم وفيه تسديدات رائعة من قبل لاعبين نادي هوك والضغط على مرمى نادي أربيل، وشاهدنا الرد جاء من لاعبين نادي أربيل، لكن التعادل بقي مستمر حتى الشوط الثاني. وهنا من اللاعب ذو الفقار يونس يحاول، وتاتي صافرة حكم المباراة، صافرة وخطأ. اللاعب يعترض، وايضا المدرب مسعود ميران ابدى اعتراضه بهذه المباراة. كل ما يدور بندية هذا اللقاء هو البحث عن هدف، فمن ينجح ومن يسجل الهدف الأول بهذه المباراة. هناك صافرة، نعم هناك العديد من النجوم بهذه المباراة المختلفين، لاعبين محليين، وبطاقة صفراء تشرف حكم المباراة، بطاقة صفراء تشرف حكم المباراة. نعم لكن أبدأ اعتراضه، وحكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء في اللقطة الماضية. كما ذكرت العديد من اللاعبين مميزين، لكن يمكننا أن يكون هناك نوع من عدم انسجام لبعض اللاعبين. هو من السهل جدا الحصول على لاعبين جيدين، وكذلك أمر في غاية السهولة، إلا أن الجزء الأصعب هو بتمثيل كذلك في جعلهم كيف يلعبون وكيف ينسجمون ويقدمون شيء جميل وكبير. هنا الركنية، حلو فات على التنفيذ، حلو فات هو على التنفيذ بهذه الكرة الثابتة. هل تجعل أربيل في مقدمة المباراة؟ حلو فات والهدف الأول. أربيل 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 هولير يسجلون أول أهداف المباراة، الهدف الأول في هذه المباراة. نعم لنادي أربيل من الركنية، من الكرة الثابتة، أول أهداف المباراة. الفريق الضيف من القلعة الصفراء إلى قلعة العمادية هم يقفون الآن على الجسر العباسي ويسجلون أول أهداف المباراة بهدف جميل، بهدف روعة، بهدف مثير. نعم أول أهداف المباراة. هيليو مونتيرو البرازيلي يسجل أول أهداف اللقاء. شاهد الإعادة هنا من هيلوفاك، يلعب ويأتي من الخلف البرازيلي يسجل أول أهداف المباراة. هيليو مونتيرو البرازيلي يسجل أول أهداف اللقاء للفريق الضيف. نعم وصلوا أبناء الإمبراطور، أبناء الإمبراطور هولير يصلون لمدينة العمادية ويسجلون أول أهداف المباراة برأسية جميلة بهدف رائع من البرازيلي. السيليساو السامبا أسكنها الشباك وسجل أول أهداف المباراة بهدف رائع، بهدف مثير، بهدف روعة، بكرة لا تصد ولا ترد، براسية جميلة من هيلو فائق إلى هيليو مونتيرو أسكنها الشباك وسجل أول أهداف المباراة. يستعرض الديربي وهدف يحرك المياه الراكدة بهذا اللقاء وبهذا الأداء. تلعب الكرة من بيتر بالراس
ياتي الابعاد يتخلص وتعود مرة أخرى هنا غريبة. الآن هارون عادت هناك للحارس محمد صالح. ياتي الابعاد بنقلة للأمام. هذه تعود ممكن أن يكون التعادل. لا 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 انقطعت وعادت الآن. جيلبرت كوموسون يحاول. جيلبرت الغاني يحاول الآن بهذه اللحظات من بيان تقدم وضاعت. كابتن الفريق يحاول أن يعدل نتيجة المباراة. فهل يكون هناك هدف؟ فيا لها من قمة ويا لها من ندية ويا لها من إثارة بندية هذه المباراة. عبد السعيد غادر أرضية الملعب. باشان عبد الله يشترك الآن. هذه تعود أيضا الكابتن مسعود ميران زج بالمهاجم شاين عبد الله القادم من الدوري السويدي. هل يعدلون نتيجة المباراة بندية هذا اللقاء وبإصرار الفريقين بعد تسجيل الهدف الأول لفريق نادي أربيل براسية البرازيلي بعد الكرة الثابتة الركنية التي لعبها المدافع حلوفان. نعم هو من نفذ الكرة الثابتة وراسية المدافع البرازيلي هيليو مونتيرو وسجلت أول أهداف المباراة وغيرت المعادلة لهذه المباراة. نعم ذكرتها حمتي هي خارجة عن التوقعات والصعوبة حاضرة بكل لحظة وبكل دقيقة وبكل كرة تلعب. ولكن هناك بقي تكتيك المدربين بهذه الدقائق الثمانية المتبقية على نهاية الوقت الأصلي. وهنا أيضا تغيير آخر لنادي أربيل في هذه اللحظات. تبدأ التغييرات لنادي أربيل وكذلك سيفين منصور. ترك سيفين بدلا من اللاعب أندرسون الجامايكي. كولين أندرسون غادر أرضية الملعب وأشرك اللاعب سيفين منصور في هذه الدقائق المتبقية. على ما يبدو الكابتن سمير صديق بابو يريد الحفاظ على نتيجة المباراة بهذا التقدم بهدف مقابل لا شيء. نعم من الصعب جدا أن تخطف 3 نقاط من هذا الملعب المكتظ بالجماهير، هذا الملعب المكتظ بهذه الأصوات وبهذه الهتافات. نعم يرعبون الفريق المنافس إذا دخل هنا، ولا زالوا بتلك الصيحات ينتظرون هدف بأن يعدل نتيجة المباراة. لكن أمام أربيل عنيد، والكرة وصلت هنا لنادي هوك، مرت من جديد. هناك جيلبرت كوموسون يحاول وجيلبرت هنا تنقطع لتعود من دفاعات نادي أربيل. يأتي الإبعاد، خلص من بلال، وهناك لنقلة مرت هنا أخرى. لا زالت الأمور مستمرة بهذا التحدي. هناك صافرة من حكم المباراة، لن تتوقف المباراة وندية هذا اللقاء كبيرة حتى الآن. الواضح هناك اللاعب هارون أحمد، وهنا الشرقي البحري وباشلان عشان عبد الله وجيلبرت. هذه تغييرات المدرب والشرقي البحري. وناسنا نشاهد هنا على التنفيذ بيتر غورغيس. يلا بيتر غورغيس طويلة بالراس يا غورغيس، وتعود من دفاعات نادي أربيل بنقلة بلقاء ما بعد لقاء وبندية ما منها ندية إلا هذا الأداء الكبير وإلا هذا الرتم المتصاعد بهذه المباراة وبتبادل هذه الهجمات ما بين صقور الجبال والإمبراطور بهذا التقدم بهدف مقابل لا شيء. هي عدت وهناك محاولة تستمر. عدت الآن، مر الآن بهذه التمريرة لكن خاطئة. عادت هناك من الدفاعات لمصلحة اللهب الأصفر لنادي هوك. لموسيس جاك
من فقار يونس يحاول العبور من الفقار يونس، وتعود هنا الكرة بنقله مرت هنا من جديد. محاولة العبور الآن هي تمشي في أقدام اللاعب روا، وهناك راي وخطأ على اللاعب ماسيس جاك هينري. راية المساعد على المدافع ماسيس جاك هينري من اللقطة الماضية. هذا هو الاعتذار، اعتذار بروح رياضية اللاعب روا يوسف. هذا هو اللاعب اللي يحرك الامور لنادي اربيل بتحركاته الجميله. اذا تحرك هذا اللاعب تجد هناك تغيرات كبيره بهجماته التي يصنعها للاعبين لنادي اربيل، ودائما ما ترى التقدم من هذا اللاعب وبتمريراته هناك للاطراف او بعمق الملعب. حلو على التنفيذ، هذا اللي يفعلها مره اخرى من هلوفان، وهناك راسيه، لكن هناك تشاهد ايضا التقدم من البرازيلي مونتيرو. هيريو مونتيرو صاحب الهدف الاول في المباراه والوحيد حتى الان، وبهذا التقدم هناك اربيل بضغط ومضايقات على دفاعات نادي توك حتى غادرت تربيه الملعب، وتشاهد تراجع اللاعب جيلبرت وموسون يتراجع للخلف. هذا هو الغاني، خط الهجوم يتراجع للخلف، وكذلك تلعب الكرة الآن هي بوسط الملعب بتمريرة وبندية كبيرة وبمباراة رائعة وجميلة خلال هذا الأداء وندية هذه المباراة في ديربي كبير، في مباراة كبيرة بقمة من قمم الدوري العراقي هنا في الجولة الثانية. وهناك تعود بنقلة وشن عدت، وهناك بنقلة الابعاد ياتي وروبن اكوا تلعب الكره باشغال يحاول، وهنا الارتقاء للحارس حسين علي. صعود جميل ويخطف الكره حسين علي، جميل جدا ما يجري وما يدور هذه المباراه، وانت تستمع لهتافات الجماهير. هناك من يطالب لاعبين صقور الجبال بأن يحلقوا بهذه المباراة ويسجلون هدف التعادل. ممكن أن يكون هدف تعادل، فالتعادل أكيد نقطة أفضل من لا شيء، لأن تخسر أمام جماهيرك بهذا الملعب وبهذا الحضور الكبير. لابد أن تصالح جماهيرك. فنادي هو خسر مباراة الافتتاح، بينما نادي أربيل تغلب هناك بملعب فرانسو حريري بهدفين مقابل هدف على نادي ديالى. وكذلك اليوم يريد أن يعود لأربيل بثلاثة نقاط من خلال مباراة اليوم. هل ينجح بخطف النقاط الثلاثة من خلال هذه الدقائق المتبقية؟ نعم، دقائق قليلة متبقية على نهاية أحداث المباراة، دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي المتبقي للمباراة. أربيل أحبتي متقدم بهدف، وتوك يبحث عن هدف حتى يعدل نتيجة المباراة. بالراس ضغط هنا من اللهب الأصفر، عادت من موسيس يلعبها هناك بنقلة لبيتر جورجيس. بيتر يحاول، بيتر جورجيس، ملعوبة الكرة من بيتر هناك لجيلبرتو. جيلبرت يحاول وموسو جيلبرت، يونس وبأحضان الحارس حسين علي، بأحضان الحارس حسين علي. تألق حسين علي جولي، شاهد هذا بالفقار يونس عابد علي. هذه الراسية كادت تكون أقوى يا بالفقار، لكنها وصلت سهلة لأحضان الحارس حسين علي جولي. وتعود هناك لدفاعات نادي توك هنا لصقور الجبال. نعم للأمام، والكرة بالراس تصل مرة أخرى لحسين علي جولي. حسين علي جولي ولا سنة نشاهد أحبتي ندية هذه المباراة. فهل تكون هناك ثلاثة نقاط بجوبة نادي أربيل؟ يعود هناك لأربيل بثلاثة نقاط وهدف من خلال هذه المباراة. الملعب صعب جدا بهذا الملعب، وتشاهد هنا بهذه القمصان الصفراء وبتلك الهتافات
التي لم تهدأ منذ الدقيقة الأولى وحتى هذه اللحظات، وهم يطالبون صقور الجبال بأن يعدلوا بعد أن كانوا متعادلين. الآن أصبحوا متأخرين بهدف، الآن هم يبحثون عن هدف يعدل نتيجة المباراة. فهل يتمكنون من التعديل قبل نهاية أحداث هذه المباراة؟ هي تلعب هناك، ارتدت وعادت في وسط الملعب. أربيل أمام الصقور، صقور الجبال. هذه المباراة كما ذكرت في اللحظات الأولى من الشوط الثاني وقلتها 5 ألقاب تلعب هنا بهذا الملعب، 5 ألقاب بهذا الملعب، 4 ألقاب لنادي أربيل ولقب لنادي تهوك. وحكم المباراة كذلك يقوم أيضا بإيقاف الوقت حينما ينهض اللاعب بعد التدخل ما بين اللاعب روب إكوا واللاعب يوسف بن سودا بالتدخل بالكرة الماضية. نعم، هذا إذا أعطيت لكرة القدم فأكيد ستعطيك. ونادي أربيل حاول جاهدا بأن يسجل هدف منذ اللحظات الأولى في الشوط الأول، وبعد تلك الهجمات التي لم يستغلها نادي تهوك. وكذلك أحيانا تضيع طاقتك في إطلاق السهام، إلا عندما تكون متأكدا من الهدف لابد أن تطلق سهمك حتى يكون بالهدف. هذا ما فعل وما اجتهد من أجل لاعبين نادي أربيل، وأطلقوها في الوقت المناسب وبالوقت الحرج والصعب جدا. لابد أن تبدأ بكل خطوة، ولابد أن تبدأ خطواتك بنجاح. تتذكر أن رحلة ال1000 ميل لابد أن تبدأ بخطوة، ومن هنا تبدأ خطوات المباراة. ومنذ اللحظات الأولى هي أن تهاجم وأن تراجع وتدافع بقوة. هذا إذا أردت الفوز بالمباراة، وإذا أردت الاعتناء بندية هذه المباراة والحفاظ على نتيجة المباراة. بينما هنا تأتي العرضية ومرت من جديد تتخلص، ممكن أن تكون بهدف تعادل، لكنها ضاعت يا هارون حتى الآن. وهارون لن يظهر بمستواه المعهود يا هارون. هنا تغييرات أيضا، جيلان لقمان سيشترك الآن، وكذلك عمر جنكي، أيضا آكو زير يشترك بدلا من اللاعب ذو الفقار يونس نجم شوان دكة البدلاء. هذه التغييرات، آكو زير اشترك بدلا من اللاعب ذو الفقار يونس، وكذلك هناك اللاعب جيلان لقمان وعمر جنكي سيشتركون الآن في الحفاظ على نتيجة المباراة. بدأ بزج اللاعب عمر جنكي هذا المدافع لتعزيز خط الدفاع وللحفاظ على نتيجة المباراة بهذه الدقائق المتبقية من الوقت الإضافي، والتقدم لا زال حظتي بهدف مقابل لا شيء. هنا أكو سير، لكن عادت هناك بنقلة مرة أخرى وتلعب بالراس. هناك بنقلة غادرت أرضية الملعب وطالت على اللاعب روى يوسف. نشاهد أيضا شيركو كريم ومن يترك أرضية الملعب هو اللاعب جيلان لقمان يشترك الآن. نشاهد جيلان أو روى، نعم شيركو كريم ترك أرضية الملعب، وروى يوسف كذلك ترك أرضية الملعب. هذا الثنائي، ويشرك جيلان لقمان وعمر جنكي في هذه الدقائق المتبقية من الوقت الإضافي. أربيل يريد أن يعود للديار ب3 نقاط، وهنا بطاقة صفراء، بطاقة صفراء على اللاعب على ما يبدو يوسف بن سودا. أم خطأ تكتيكي اللقطة الماضية لم تشهد البطاقة الصفراء من حكم المباراة، فهو لديه بطاقة صفراء. كنا نخشى من البطاقة الصفراء. شاهد هذه الإعادة، نعم يترك هذه الأمور إذا كانت هناك بطاقة أم لا، فحكم المباراة لا يريد أن يشهد البطاقة الصفراء، وأيضا يبدأ التحذير بهذا اللاعب بكونه عنده بطاقة صفراء.
حتى لا يتلقى البطاقة الحمراء. أحيانا تكون هكذا أخطاء تكتيكية تمنع اللاعب من العبور والمرور على مرمى فريق بيتر جورجيس على التنفيذ لهذه الكرة الثابتة لمصلحة نادي توك. ملعوبة الكرة هنا لالتقاء بالراس، يأتي الإبعاد يتخلص حسين علي جوني والكرة غادرت وركنية. ضاعت تلك الكرة على اللاعب شرقي البحري، شرق البحري من بيتر جورجيس. شاهد هنا بهذه الرأسية من اللاعب نعم باشغال. هذه كرة تبعد، هنا تعود بين باشغال والبحري. اكو حسين يلعبها هناك حسين وللامام، هناك جيلان لقمان مرت الان، ممكن الان يا جيلان يا لقمان هل تكون انت الفنان البديل الناجح بهذا المكان وبكل زمان لتكون انت من يسجل الهدف الثاني وينهي الامور بهذه المباراه، لكنها انقطعت. سلامة للاعب هارون احمد، سلامة اللاعب هارون. هذا التدخل من الشامة رشيد مع اللاعب هارون احمد باللقطة الماضية. سلامة اللاعب هارون كبيرة بأداء كبير ومثير هذه المباراة. تعدت هناك إلى خارج أرضية ملعب وتعود مرة أخرى بلال وتلعب هنا بوسط ملعب. اكو يلعبها لكنها طارت على باشان الى خارج ارضيه الملعب. كل ما يجري وما يدور بنديه هذه المباراه بهذا اللقاء المثير في هذا الديربي الجميل. نعم هنا صافره لحكم المباراه وحسين علي جولي ينتظر كذلك هذه اللحظات. هذا هو يتراجع ريال مبكر بعد عدة محاولات استمرت منذ الشوط الأول، لكن أربيل استغل تلك الكرة الثابتة وراسية البرازيلي التي يسكنها الشباك وسجل من خلالها الهدف الأول والوحيد بهذه المباراة. هنا الارتقاء وهنا تشاهد أيضا صعود المدافع موسيس جاك هنري، لكن هنا تصل وياتي الابعاد. ابعدت من علي رحيم ابعد الكره الماضيه الموسم الماضي لعب بنادي الاهلي الاردني ومسيس جاك. الان هل تكون هناك لحظه امل لفريق توك من خلال هذه المحاولات الاخيره المتبقيه في المباراه؟ وهنا صعود الحارس محمد صالح تراجع يا محمد، وهنا هناك رايه. نعم وصافره النهايه تعلن من حكم المباراه. مبروك 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 لنادي اربيل، حارد لك لصقور الجبال، حارد لك لنادي توك. شكرا الفريقين قدما مباراه جميله، مباراه ممتعه. اذا احبتي نادي اربيل يعود ب3 نقاط وهدف وحيد من هذه المباراة، لا شيء. للمرة الثانية نادي توك يتلقى الهزيمة الثانية على التوالي هنا بأرضه وأمام جماهيره. إن شاء الله القادم أفضل. ألتقيكم في يوم آخر ومباراة أخرى على بركة الله. تقبلوا تحياتي معلق المباراة حسين السعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.